تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى 8 نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على سياتل ساوندرز بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الطرفين يومه الاثنين لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات المسابقة. وافتتح خفتشا كفاراتسخيليا التسجيل لصالح سان جيرمان في حدود الدقيقة 35 قبل أن ينجح الدولي المغربي أشرف حكيمي في إضافة الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة 66. يشار إلى أن هذه المباراة شهدت مشاركة حكيمي كأساسي وخوضه لدقائق اللقاء كاملة. وبهذا الفوز يحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثانية لمونديال الأندية برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن بوتافوغو وأتلتيكو مدريد، بينما يتواجد سياتل ساوندرز في المركز الأخير بدون نقاط.